السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة. مرحبا بكم في قناتي. لعاد أول مرة يشوف الفيديو ما ينساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصل الجديد إن شاء الله. اليوم إن شاء الله جيت نقدم معكم البطبوط ناجح، كيجي منتفخ وفارغ من الداخل، كيجي زوين رائع بزاف بزاف. بالنسبه للمبتدئات اللي عاد اول مره يستعملوا البطبوط ولا السيدات لانهم كيستعملوا البطبوط كيجيهم معجن من الداخل ولا مدقص ولا ما كيصدقش اليوم، انا جبت لكم هذه الطريقه هذه كتجي ناجحه 100%. انتما كي كتشوفوا معايا في الصوره كتجي منتفخ، يعني كيجي منتفخ ورائع من اول تجربه. تستعملي هذه الطريقه تبعي معايا من الاول حتى التالي باش تعرفي الطريقه كيفاش كنستعملوا البطبوط باش كيجي ناجح. اول حاجه شنو كنستعملوا؟ الماء دافئ. كناخذ الكاس وكناخذ معلقه صغيره ديال السكر وكناخذ معلقه كبيره ديال الخميره العجينه ديال الدار. كنخلط هاد المكونات وكنحطو على جنب. عندي هنايا 380 غرام ديال الدقيق، وعندي هنايا الدقيق الصلب ديال الفينو، وعندي مع راس المعلقه ديال الملح. وكنخلطوا المكونات حتى كي يندمج معنا. كناخذ 3 معالق كبار ديال الزيت، وكناخذ داك الكأس اللي فيه العجينه يعني والملح اللي صبنا الكأس الاول الاخر، وكنضيفوا عليه الماء الكافي. كنعجنوا به كنجمعوا به العجينه. صافي غادي نبقى نجمع فيها. من بعد ما كونتها عجنتها دابا غادي ندلكها 10 دقائق. ندلكها 10 دقائق ضروري من الدلك. كتجي هشيشه معكم وكتجيكم مرطبه في الدلك، يعني ما كتجيش قاصحه ولا شي حاجه. صافي دابا كنغطيها. كنضيعوها في المكان دافئ 45 دقيقه، يعني كنخليوها ترخى كتطلق ديالها باش كتنجح معنا العجينه. من بعد ما دازت 45 دقيقه غادي نقطعوها دوائر. كيف كتشوفوا معايا كندير دوائر. هادشي اللي خرجت ليا العجينه. صافي كندردرو الدقيق على سطح العمل، وكنحط العجينه وكندير عليها الدقيق عاوتاني، وكندلك الدلاك. كتجي رطبه كتساعدنا، يعني ما كتعيك لا في يد لا حتى من بعد ما كندلكها بحال هكا كناخذ هذا القالب بحال هكا دائري وكنقطعها دوائر. كنستمر في هذه العمليه. كنبقى نعجن العجينه ديالي كامله كنديرها على شكل هكا. طريقه سهله وبسيطه، اي مبتدئه او اي وحده اللي كتعرف هكا ما كتنجحش معاها كي قلت لكم البطبوط، تبعوا هاد الطريقه وغادي تنجح معكم 100%. من بعد صافي كنخليها كنغطيها وكنخليها مده 20 دقيقه وكنبقى نطيب. من بعد دازت 20 دقيقه كانت عندي المقله سخونه، حطيتها غير كتشوفي داك البقعات الصغيورين كينوضوا. صافي كتقلبيها في ساعه، عاوتاني كتشوفيها بحال هكا كتنفخ كتقلبيها باش كتنفخ لك عاوتاني كتجي فارغه من الداخل. وانتم كتشوفوا كي كتنفخ معايا كتجي زوينه وناجحه الوصفه 100%. اي وحده استعملتها تخلي لي كومونتير بانها نجحت لها، استعملت الوصفه ونجحت ليها.
صافي كنحطوا الكميات كاملين كيف كتشوفوا معايا. غير كدير لكم بحال هكا البقعات كتقلبوهم، غير كتبدا فيها كتقلبوهم وكتنفخ معاكم دغيا دغيا. نتوما كي كتشوفوا معايا راه كتنفخ. نتوما خصكم تكون يديكم خفيفه، خصكم تبقى تزربوا حيت راه كتبقى تنفخ كامله. كتحطي باش تساعدي راسك دغيا دغيا، كتجي محمره كتجي زوينه. صافي كنستمروا على الطريقه حتى كنساليو العجينه ديالنا كاملين اللي درناهم دوائر، وفي التالي كنبقى نقطعهم بحال هكا كي كتشوفوا معايا. شتي كي كتجي من الداخل كتجي فارغه وكتجي خاويه وكتجي زوينه. هذا هو البطبوط ديالنا، اقتصادي وناجح 100%. يعني كيجي خفيف وكيجي حتى ريحته كتجي بحال شكل مخمر. ملي كديري مخمر كيجي ريحته بنينه، يعني ما تشبعيش منه حتى في المذاق ولا في ممكن انكم تستعمروا اي حاجه الحشوه. انا استعملت الحشوه، ما بغيتش نبين لكم الحشوه، كل وحده اختياري، كل واحد فاش كيبغي يدير الحشوه ديالو. وكتعمري به اي حاجه تعمري بها كتجي زوينه. يعني ماشي بحال الاخوات بعض المرات ما كتنجحش معهم طريقه البطبوط، كتجي مدقصه من الداخل ولا معجينه هكايا، ما كتجيش بحال هكا. دابا كله عندي انا كله مفشفش بحال هكا كيجي زوين واعر وناجح. صافي هذا هو البطبوط ديالنا. ما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي باش توصلوا ديما بالجديد ان شاء الله. هانتوما شوفوا كيفاش جات التعميره. انا درت غير التعميره هكا حيت بغيت نبين لكم البطبوط، اما نتوما اختياريا بغيتو تعمروهم باش ما بغيتو. المهم هذا هو البطبوط ديالنا اليوم ان شاء الله. ما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي باش توصلوا ديما الجديد ان شاء الله. وشكرا لكم.